وتعرف قد ايه بيعاني المدرب من مثل هذه الكتابات. نعم. انا مش شايف سبق صحفي فيها، انما هي تقليل من شأن المدرب وتحميله ضغوط كبيره جدا قبل الماتش. يعني معناها هتخسر هتروح. بالظبط. ومفيش مدرب ولا اي واحد بيقبل ان يبقى يتحط تحت مثل هذا الضغط. نعم. المباراه فيها مكسب وفيها خساره. حسام البدري ادار المباراه اداره جميله جدا. مفيش شك انه كل واحد لنا وجهه نظر. نعم. احنا طبعا كان في ناس وجهه نظرها نلعب باثنين راس حربه. نعم. على اساس ان انت عايز تجيب جوال يبقى في منطقه الجزاء فيها كثافه عدديه، واحنا قلنا الكرات العرضيه محتاجه كثافه عدديه. هو لعب براس حربه واحده، لكن فاطن مباشره وراح منزل محمد فضل كراس حربه ثاني. اتظبط اللعب، خفف عن حسام عن عماد متعب، واستطاع عماد متعب ان هو يستلم الكره الجميله برجله الشمال وظهره للجول ويلف برجله، جول جميل جدا. واستطاع محمد فضل انه يسجل الهدف الثاني بشكل رائع جدا. واستطاع شهاب الشاب اللي هو منزله ومديله ثقته ان يعمل جيم عظيم جدا ويتوجه بتصويبه وهدف قاتل، هو هدف الوصول لدور الثمانيه. نعم. انا بقول للكابتن حسام بدري مهما قيل اثناء المباراه وبعدها والله ينزل فلان وما نزلش فلان، كل دي اجتهادات احنا بنقولها واحنا قاعدين بره مستريحين. لكن هو استطاع ان يدير المباراه واقعيا. نعم. وتحت ضغوط الملعب وتحت ضغوط النتائج وبقائه وعدم بقائه، كل دي ضغوط كبيره جدا. ومع هذا كان ذهنه صافي في اثناء تشكيل الفريق وادارته للمباراه، وشاف النقص اللي كان موجود في الدور الاولاني. شوف دموعه يا كابتن، شوف دموعه. راح منزل لا الحقيقه يعني انا بهنيه اولا، وبهني فريق النادي الاهلي اللي دايما معودنا على ان هو ياتي من الخلف متاخر بهدفين. شوف اللي معايا يا كابتن طه، انا اسف لمقاطعتك، الثلاثه الكبار. نعم. وائل جمعه. نعم. ومحمد بركات وابو تريكه، دولت اللي اخذوه للجمهور، لانه هو اعطاهم ثقته. نعم. من قبل المباراه اعطاهم ثقته وحملهم مسؤوليه هذه المباراه، او يعني طمعوا في ان هم يشيلوا هذه المباراه، وهم